السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في قناتي وصفات زينة. الأرز مصدر غذاء رئيسي لأكثر من نصف سكان العالم. يوفر الأرز الأبيض الطاقة اللازمة لأداء النشاطات المختلفة. الأرز الأبيض لا يأخذ وقتا طويلا عند الطهي كباقي أنواع الأرز الأخرى. وصفة اليوم: طهي الأرز الأبيض المكعب الخاص بالساتيه. نحتاج إلى كوبين من الرز التايلندي الأبيض مغسول، وبالمقابل أضع 4 أكواب من الماء، والسبب الحصول على رز مطهو بزيادة. أضع الرز المغسول في قدر الطبخ الكهربائي. بعد نضج الأرز واستوائه أقلبه وهو ساخن كي تنفصل حباته، ثم أضعه في كيس نايلون من المقاس الكبير. بعد أن نفرغ الرز في الكيس نقوم بدعك الرز باستخدام منشفة مطبخ نظيفة، لأن الرز سيكون ساخن. في الوقت نفسه نحذر من الضغط بقوة حتى لا ينشق الكيس، أو حتى لا يخرج الرز من فتحة الكيس من الجهة الأخرى. دعك الرز وكبسه جيدا هو ما يحدد شكل مكعب الرز وتماسكه عند قطعه. بعد التأكد من الكبس جيدا نترك الرز ليبرد 2 ساعات ويتشكل قالب الرز، ويمكن وضعه في الثلاجة يتماسك جيدا. بعد أن يبرد قالب الرز نقوم بشق الكيس. إذا التصق الرز في السكين ما عليك سوى مسح السكين بفوطة مبللة بالماء. ثم نبدأ بالتقطيع إلى مكعبات صغيرة كما هو موضح في الفيديو. يقدم الرز الأبيض المكعب مع طبق الساتيه المكون من اللحم المشوي وصوص الفول السوداني.